فيها ايه لو كل الماتشات تبقى زي ماتش الجونة كده؟ ما الدنيا سهلة هي لعيبة نادي الزمالك، ليه دايما بتصعبوها على نفسكم؟ وكسبنا كمان بالأربعة ومن غير مساعدة لا من تحكيم ولا من أي حد. إن شكل الدوري السنة دي مفيش تحكيم هينصفنا ولا هيكون في عدل. أنا بعد ماتش حرس الحدود طلبت مجلس إدارة نادي الزمالك إن يسأل اتحاد الكورة فين هو رئيس لجنة الحكام الأجنبي اللي أنت قلت هتعينه، بس للأسف إدارة نادي الزمالك مش معانا ولا مع جمهور نادي الزمالك، واللي حصل في ماتش الاهلي وبيراميدز ده هيحصل اكتر منه في ماتشات الاهلي اللي جايه. عايز اتكلم على ماتش الجونه واقول ان الماتش اتسهل وده بسبب وجود عبد الله السعيد، اهم لاعب في تاريخ مصر كلها. وجود عبد الله السعيد في الملعب بيطمن كل جماهير الزمالك، دي رساله مهمه جدا لمجلس الاداره. لو انتوا ناويين تجيبوا صفقات، ده لو يعني انتوا هتجيبوا صفقات لازم تجيبوا اللعيب الكبير اللي يفرق في اي تيم، ان خلاص فاضل 4 ايام على قفل القدر الافريقي، وانا ما اظنش ان انتوا هتجيبوا صفقات، ما عنديش امل فيكم الصراحه. الزمالك في ماتش الجونه احرز 4 اهداف، هدف اول من اسيست من زيزو لناصر منسي عشان يحرز اول هدف نادي الزمالك اللي بكده يكون هداف الدوري لحد دلوقتي ب6 اهداف، والهدف الثاني احرزه سيف الجزيري، والهدف الثالث احرزه مايسترو نص ملعب نادي الزمالك وهو عبد الله السعيد، عشان يجي سيف الجزيري ويجيب الهدف الرابع والثاني ليه من اسيست عالمي من دونجا. النهايه عندي رساله لزيزو، ما تزعلش من جماهير نادي الزمالك، كتر المماطله دي مش في مصلحتك وهتاثر على علاقتك مع جماهير نادي الزمالك، لان جمهور نادي الزمالك اهم حاجه عنده هو نادي الزمالك، مش اي لاعب جه ولا لسه هيجي.